السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس سياس أفورقي يهنئ الرئيس الكيني ويليام روتو. استشهاد المناضل اللواء هيلي ساميل تشاينا. جهود مرضية لتحسين جودة التعليم في الإقليم الأوسط. الأمم المتحدة تعتمد قرار هدنة إنسانية فورية في غزة. تبني أول اتفاق تاريخي يدعو إلى التحول باتجاه التخلي عن الوقود الحفري. الكرملين يقلل من أهمية زيارة زيلينسكي إلى واشنطن. من العناوين إلى التفاصيل. هنأ الرئيس سياس أفورقي الرئيس الكيني ويليام روتو بمناسبة يوم استقلال جمهورية كينيا. وعرب الرئيس سياس أفورقي في رسالة التهنئة عن عمله لتطوير وتمتين أكثر في العلاقات بين الشعبين في السنوات القادمة. وقدم الرئيس سياس أفورقي تمنياته بدوام الصحة للرئيس ويليام روتو والسلام والازدهار لشعب كينيا. تحتفل كينيا هذه السنة بالذكرى 60 لاستقلالها. استشهد قائد هيئة العمليات وتدريب قوات الدفاع الإريترية المناضلة اللواء هيلي ساميل تشاينا عن عمر 71 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل هيلي ساميل في صفوف قوات التحرير الشعبية في شهر أكتوبر لعام 1974، وتدرج في مرحلة الكفاح المسلح من الجند العادي حتى مساعد هيئة الأركان، وبعد الاستقلال قائدا للفيلاق وجبهة وصولا إلى قائد هيئة العمليات وتدريب قوات الدفاع، ليساهم بتفان وإخلاص كبيرين في تحقيق الاستقلال والدفاع عن السيادة والدفع ببرامج التنمية الوطنية. ستعلن مراسيم دفن الشهيد هيلي ساميل لاحقا. تعرب الحكومة الإريترية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل اللواء هيلي ساميل تشاينا وتقدم تعازيها لأسرته والشعب الإريتري عامة. أعلن مسؤول التعليم الثانوي في الإقليم الأوسط الأستاذ يوهانس سولومون أن الجهود المبذولة لتحسين جودة المهنية والأكاديمية للمعلمين والطلاب في الإقليم الأوسط تحقق نتائج مرضية. وحول الأداء العام لطلاب المدارس الثانوية، أوضح أن 3 من أصل 22 مدرسة ثانوية في الإقليم الأوسط تقدم التعليم من الصف الأول وحتى الصف 11، بينما تقدم المدارس الموجودة في المناطق الريفية الخدمات التعليمية للمرحلتين المتوسطة والثانوية. وأضاف أن تفضيلات الطلاب في المواد الدراسية تختلف من عام إلى آخر، ويتم منح الطلاب فرصة اختيار عندما يتقدمون إلى الصف 11، وفي حال لا تتناسب اختياراتهم مع النتائج تقوم المدارس بتخصيص بالنظر إلى نتائجهم السابقة. وذكر مسؤول التعليم الأساس الأستاذ سارتسو تخلاي أن أكثر من 90% من الطلاب في الصفوف من الأول إلى الثامن في الإقليم الأوسط يدرسون في مناطقهم، ويتم بذل الجهود لسد النقص في البنى التحتية للمدارس بسبب القدم وغيرها. وقال أنه يتم إجراء أنشطة توعية لتعزيز مشاركة أولياء الأمور لتحسين أداء الطلاب. وقد حقق حوالي 42% من الطلاب الذين شاركوا في امتحان الشهادة الوطنية من المدارس الثانوية في الإقليم الأوسط في العام الدراسي 2022-2023 على درجات تؤهلهم لدراسة البكالوريوس والدبلوم في الكليات. عقد في مصوع يوم 12 من ديسمبر الجاري منتدى استعرض الأنشطة التي تم تنفيذها لحظر استخدام السجائر والتبغ في الأماكن العامة. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية السيد رزانف السها أن مهمة منع التدخين في الأماكن العامة مهمة واعدة، لكنها تتطلب جهود حسيسة للوصول إلى المستوى المنشود. وناقش المنتدى الإعلان القانوني الرقم 142 لعام 2004 الصادر للسيطرة على التدخين والتبغ وآثار التبغ والتدخين الصحية والتدخين والبيئة،
والتغيير السلوكي في مكافحة التبغ والتدخين، وأدوار ومسؤوليات الجهات ذات الصلة. في غضون ذلك تم توضيح بأن أنشطة التوعية الجارية في مختلف المناطق ساهم في رفع إدراك الشعب بمخاطر التدخين والتبغ، والدفع بأنشطة التوعية لإحداث التغيير في سلوكيات الشباب. وبعد نقاش معمق حول المواضيع المطروحة، حث المشاركون على العمل على توعية الجمهور بشكل عام والشباب والطلبة بشكل خاص. وأوضحت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة في ختام المنتدى إن إحداث تغيير في السلوك وترسيخه يتطلب العمل الطويل والجاد، مذكرة بأن الإنجاز الذي تحقق حتى الآن موجه للعمل المستقبلي. نظم مكتب التعليم في مديرية أغوردا سيمينارا يوم 10 من ديسمبر ل200 معلم لتقوية دور المعلم الشاب في العملية التعليمية. وقال مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ جبر ميكيل الأزار أن نقل المعرفة والقدرة والتقان جزء من العملية التعليمية التي تنتقل بوسائل التعليم والتدريب والدراسات، موضحا بأن التدريس مهنة تحمل مسؤولية كبيرة، وعلى المعلمين شباب العمل بإدراك ذلك. من جانبه أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية أغردة السيد ميرون جبرهوات إن الاتحاد يعمل بالتعاون مع مكتب التعليم لتقوية كفاءة التعليم وخلق الأرضية لتأهيل المعلمين. ودعا المشاركون إلى الاهتمام برفع الكفاءة المعلم في جميع المراحل. انتقلت مدرسة عد مونغوت الابتدائية في مديرية مندفرة إلى مدرسة متوسطة مع بناء فصول دراسية إضافية لها بفضل المساهمة المجتمعية. وأوضحت مدير ضاحية عد مونغوت السيدة بلاينيش تسفاسين تجديد 4 فصول بالكامل وإنشاء 3 غرف إضافية، وتجرى أعمال بناء لدورات المياه وغيرها من المرافق الخدمية. وذكر أعضاء لجنة أولياء الأمور بأن البنى التحتية للمدرسة قديمة ووجود نقص في الفصول الدراسية، لكنها وجدت حاليا الحل الجذري وحل المعوقات العملية التعليمية. وأكدوا بأنهم سيواصلون خطتهم لبناء السور وروضة الأطفال ومواصلة الأنشطة الأخرى بطريقة منسقة. وقال مدير المدرسة الأستاذ جبري هوت جبري يسوس أن المدرسة تخدم أكثر من 850 طالب من قرى الضاحية، وأن ارتقائها إلى المرحلة المتوسطة نتيجة المبادرات المتخذة يعتبر حلا كبيرا. وأوضحت مسؤولة التعليم في المديرية الأستاذة بلاي أرايا أن ترقية مدرسة عد مونغوت الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة من شأنها أن يحل مشكلة الطلاب في المديرية والاكتظاظ في مدارس مندفرة. تقع عد مونغوتي على بعد حوالي 5 كيلومتر قرب مدينة مندفرة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى هدنة فورية لأسباب إنسانية في قطاع غزة قدمه نحو 21 دولة عربية. جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة. وحمل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عنوان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية بدعم عدد كبير من الدول الأعضاء، وحظي بأغلبية 153 عضوا ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت. وتصاعدت حدة الضغوطات الدولية على إسرائيل بإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا غير ملزما يدعو إلى وقف إطلاق فوري إنساني في قطاع غزة الذي أصبح وفقا لمسؤول أممي جحيما على الأرض.
نتيجة قصف لا يتوقف وأوضاع إنسانية لا تنفك تتدهور. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 جنود بينهم قائد فرقة في كمين في غزة، ليرتفع عدد القتلى في صفوفه منذ بدء العملية البرية في القطاع إلى 113. هذا فيما واصل الجيش الإسرائيلي قصفه قطاع غزة. كشفت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيير المناخ عن مسودة جديدة لحلحلة الجمود في المفاوضات الجارية في دبي، وتدعو دول العالم إلى التحول نحو التخلي عن الوقود الأحفوري بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في العام 2050 بما يتماشى مع توصيات العلم. وتتطرق المسودة التي نشرت بعد مناقشات ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة إلى جميع أنواع الوقود الأحفورية المسؤولة إلى حد كبير عن تغيير المناخ في القرار الذي يتعين اعتماده بالتوافق. وهذه الدعوة إلى تسريع العمل خلال العقد الحالي كانت مطلب الاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان الأخرى، لكن المشروع لا يتحدث عن الاستغناء عن النفط والغاز والفحم، وهو ما طلبت به أكثر من 100 دولة. قلل الكرملين من أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، ورأى الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف إن قرار رزمة جديدة من المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا لن يغير مسار العمليات العسكرية. وأكد الكرملين أن لقاء زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هدفه إلى محاولة إنقاذ أوكرانيا وتسريع وتأثير تقديم المساعدات المالية التي باتت كييف بحاجة ماسة إليها. وشدد الناطق الرئاسي على أن أي نتائج تصدر عن هذا اللقاء لن تغير في مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما أن مواصلة ضخ المليارات من الدولارات لن ينقذ كييف. تذكير بالعناوين مرة أخرى. الرئيس إسياس أفورقي يهنئ الرئيس الكيني ويليام روتو. استشهاد المناضل اللواء هيلي سامويل تشاينا. جهود مرضية لتحسين جودة التعليم في الإقليم الأوسط. الأمم المتحدة تعتمد قرار هدنة إنسانية فورية في غزة. تبني أول اتفاق تاريخي يدعو إلى التحول باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري. الكرملين يقلل من أهمية زيارة زيلينسكي إلى واشنطن. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.